اختتم بالعاصمة المؤقتة عدن دبلوم البناء الفكري للخطباء والدعاة المستوى الأول، والذي نفذه قطاع الإرشاد في وزارة الأوقاف والإرشاد بمشاركة 50 مشارك. وفي حفل الختام أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة على أهمية دور الدعاة في نشر تعاليم الدين الحنيف بعيدا عن المناطقية والحزبية والطائفية والتعصب. وأوضح الوزير شبيبة أن هذا الدبلوم يأتي في إطار جهود الوزارة الهادفة لنشر قيم الوسطية والاعتدال ومواجهة الشبهات والأفكار الضالة، وتعزيز معارف الخطباء والدعاة وتطوير مهاراتهم في مواجهة خطاب الكراهية. وشدد وزير الأوقاف بهذا الصدد على أهمية ابتعاد الدعاة عن المحرمات والشبهات التي تسيء إلى مهنتهم في الدعوة إلى الله، ورفض أي دعوات تتعارض مع مبادئ الإسلام الصحيحة وتدعو إلى التطرف، مثمنا الجهود التي بذلت في إنجاح هذا البرنامج التدريبي المكثف وتفاعل المشاركين مع ما تم طرحه من معلومات ومعارف خلال الأيام الستة الماضية.